بيبدأ فيلمنا مع مارتيسيا واللي شكلها غريب ومخيف جدا، ولما بتخرج تمشي في الشارع كل الناس بتخاف وبتقفل شبابيكها. وتعالوا نتعرف على جوميز اللي بيتوتر جدا لما ما بيلاقيش الخاتم اللي المفروض يقدمه لمارتيسيا، واللي المفروض ان النهارده يوم فرحهم، وبتيجي ايد مقطوعة وبتديله الخاتم. وفجأة بيظهر مجموعة من أهل القرية واللي بيفضلوا يهتفوا برحيل عيلة آدمز، وده لأنهم مش طبيعيين ومخيفين جدا. وفعلا بيخاف جوميز وبياخد مارتيسيا وبيهربوا هما الاتنين، وبيركبوا العربية وبيبدأوا رحلتهم. وبيسأل جوميز مارتيسيا عن سبب حزنها، فبتقوله ان هما مش هينفع يفضلوا هربانين طول عمرهم، وده لان نفسها ان هيبقى عندها بيت وتكون أسرة ويبقى عندها أولاد. فبيوعدها انه هيجيب لها احسن بيت في الدنيا وان هما هيستقروا ويبقى عندهم عيلة جميلة. في الوقت ده بتشغل الايد اللي سايقالهم العربية اغاني، لكن بتخبط حد فجأة على الطريق. ولما بينزلوا يطمنوا على الراجل اللي خبطوه بتكون فيه عاصفة شديدة جدا، وبتشوف مارتيسيا بيت فوق الجبل وبتعجب بيه جدا وبتكون عايزة البيت ده، وبتقول ان ده احسن بيت شافته في حياتها. وفي الوقت ده الشخص اللي خبطه بيتحول لزومبي، فجوميز بيديله الشنط وبيقوله تعالى ورانا، وبيروحوا فعلا على البيت واللي بيطلع مصحة نفسية. البيت بيكون كبير جدا وغامض ومرعب، واول ما بيدخلوه بيسمعوا صوت مخيف جدا بيطلب منهم يسيبوا البيت. لكن بالرغم من كده هما بيحبوا البيت وبيقرروا يعيشوا فيه، وفعلا بيخلفوا ولد وبنت وبيعيشوا في البيت ده. ودي عيلة آدمز بعد 13 سنة. ده بوجز ابنهم وهو بيحدف فاس على أخته وينزداي، لكن هي بتمسكه بإيديها وبتقول إنها نفسها يحصل حاجة جديدة لأنها حاسة بالملل جدا. أما بوجزل فبيركب الصاروخ اللي هو صنعه بنفسه وبيفضل يطير بيه حوالين البيت. ولما بيشوفوا باباه بيفضل يتخانق معاه، لكن هو بيحدف عليه صواريخ وقنابل علشان يلعب معاه. لكن باباه بيفضل يتخانق معاه، وده لأنه بيضيع وقته وما بيدربش أبدا علشان الحفلة، واللي هي مهمة جدا علشان ينضم لعيلة آدمز. بيبدأ بوجزل يتدرب على الرماية علشان يشارك في الاحتفال، لكن وينزداي ما بتسيبوش في حاله وبتفضل ترخم عليه وتلخبطه. ولما بيتعصب عليها بتفضل تتريق عليه تاني وبتقوله ان هو مش مستعد يشارك في الاحتفال، وان هي هتساعده. وبتساعده ازاي بقى؟ بتعمل له حفرة في الارض علشان يستخبى فيها. وفي الوقت ده بيظهر قدامهم بالونة مش عارفين هي جت منين، وبيكونوا اول مرة يشوفوها في حياتهم. فبتاخدها وينزداي وبتدخل البيت لأهلها، ومارتيسيا بتسألها عن أخوها، فبتقول لها ان هو استخبى وان هي مش عارفه مكانه فين. فبتفهم مارتيسيا ان وينزداي دفنته كالعاده. ولما بتشوف معاها البالونه بتسالها ايه دي، فوينزداي بتقول لها مش عارفه لكنها عاجباها وهتحتفظ بيها. ولما بيخرجوا من البيت بيتفاجئوا ان الضباب اللي حوالين المدينه ومحوط البيت من كل حته بيختفي، والمدينه بتبقى واضحه جدا. فبتتضايق مارتيسيا من شكلها على عكس جوزها اللي بيكون متحمس جدا. وفي نفس الوقت بتكون في مذيعة بتصور برنامج في بيت في المدينة، ولما بتفتح الشباك بتتفاجئ وبتتخض جدا من شكل بيت عيلة آدمز المرعب. وبتنزل عيلة آدمز للمدينة علشان يشوفوها ويستكشفوا المكان، لكن الناس أول ما بتشوفهم بتهرب منهم وبيخافوا منهم جدا. وبيقابلوا المذيعة مارجو اللي بترحب بيهم جدا وبتطلب منهم إنها تحول لهم بيتهم لبيت جديد زي ما بتعمل في البرنامج بتاعها. فبيرحبوا بالفكرة وبتتفق معاهم إنها هتروح لهم البيت بكرة. وتاني يوم بتروح مارجو فعلا هي والتيم بتاعها لبيت عيلة آدمز، وبيكون معاها بنتها اللي بتصور كل حاجة لايف للسوشيال ميديا. ولما بيدخلوا للبيت بترحب بيهم عيلة آدمز جدا، وبتبدأ مارجو تقول لهم اقتراحاتها لتجديد وتغيير البيت. وبتوريهم مارتيسيا حفرة كبيرة جدا في وسط البيت، وبتبدأ تطلع عناكب من جسمها علشان تعمل بيها جسر عشان يعدوا بيها للناحية التانية. وبتمشي فعلا مارجو والمصورين اللي معاها على الجسر وبيكونوا مرعوبين جدا. وفي الوقت ده بتتعرف باركر بنت مارجو على وينزداي، واللي بتبقى مستغربة جدا ازاي هي معهاش تليفون وازاي قادرة تعيش من غيره، وازاي معاها قوس وسهم وبتنشم بيه على عمها. وبتبدأ باركر تتكلم معاها وتحكي لها عن صحابها وعن مدرستها وهي خايفة ومتوترة منها جدا. لكن بتهرب مارجو والمصورين اللي معاها أول ما بيسمعوا الصوت المخيف وهو بيطلب منهم يسيبوا البيت. بعدها بتروح باركر تتكلم مع وينزداي انها نفسها تروح المدرسة هي كمان زي باركر، لكن لما بتلاقي ان مامتها اتعصبت ورفضت الفكرة بتقولها انها عايزة تروح المدرسة علشان تبدأ تخوف الولاد اللي هناك مش عشان حاجة تانية. وبتوصل المدرسة فعلا، وكل الولاد لما بيشوفوها بيخافوا منها وبيبعدوا عنها. وبتشوف بنته وهي بتتنمر على باركر وبتروح تتحداها وبتقولها انها لو ضايقتها تاني هتشوف منها وش مخيف. نرجع بقى لمارجو اللي بتبدأ تنشر إشاعات ومعلومات مخيفة عن عيلة آدمز علشان تخوف المدينة كلها منهم وتخليهم يطردوهم من بيتهم وتستولى هي عليه. وبعد المدرسة بتروح وينزداي تتمشى مع باركر، ولما بترجع البيت بتتفاجئ مامتها انها لابسة توكة لونها بينك في شعرها، فبتتضايق جدا وبتطلب منها انها تقلعها، لكن وينزداي ما بترضاش وبتطلع اوضتها. فبتطلع وراها مامتها اللي بتطلب منها ان هم يحضروا ارواح مع بعض العشاء، لكن وينزداي ما بتهتمش.
وتاني يوم بتروح وينزداي لباركر وبتحكي لها عن رد فعل مامتها لما شافتها لابسه التوكة البينك، لكن باركر بتقول لها ان مامتها مش من حقها تتدخل في لبسها وفي تصرفاتها، وانها هتساعدها تغير من مظهرها تماما. وفي الوقت ده بتكون مارتيسيا بتكلم مامتها من الكورة الغريبة دي وبتشتكي لها من وينزداي وقد ايه هي بترد عليها ببرود، وانها بدأت تتغير وبقت بتلبس حاجات بينك وحاجات غريبة. فمامتها بتقول لها ان ده عادي وان هي كمان وهي صغيرة كانت بتعمل زيها بالظبط. وبترجع وينزداي البيت وهي لابسه لبس باركر واللي بيبقى غريب عليها جدا، فبتتعصب مامتها وبتفضل تزعق فيها وبتقولها انها متعاقبه ومش هتخرج من البيت تاني ابدا ولا حتى هتروح المدرسه. وعلى الناحيه التانية بقى مارجو اللي بترجع البيت وبتتفزع من شكل بنتها الكيوت اللي اتحول فجاه لشكل مرعب ومخيف، وبتقولها باركر ان من هنا ورايح هي اللي هتختار لنفسها كل حاجه. فبتعاقبها مارجو وبتاخد منها التليفون وبتحبسها في اوضتها. وبتقرر وينزداي انها هتهرب من البيت لانه بالنسبه لها سجن وانها مش قادره تعيش فيه. وفي الوقت ده بيشوفها اخوها بوكزل واللي بيسالها انت رايحه فين، فبتقوله انها خلاص مش هتقدر تعيش معاهم وبتتمنى له التوفيق في حفله بكره، لكن هو بيحاول يمنعها لكن هي بتصمم انها لازم تمشي. وبتدخل عليه مارتيسيا وبتساله عن وينزداي فبيتوتر وما بيكونش عارف يرد، وبيقول لها انها راحت لباركر. وبتبدا وينزداي وباركر يدوروا على الموبايل اللي مامتها خبته منها، وبيدخلوا الأوضة اللي هي منع أي حد يدخلها. ولما بيدخلوا بيبدأوا يدوروا على الموبايل بيحركوا كتاب فبيلاقوا باب سري بيتفتح بيدخلهم على أوضة سرية، وبيلاقوا جوه الأوضة دي شاشات كتيرة وبيعرفوا ان مارجو من خلال الشاشات دي بتراقب كل سكان المدينة. وبتدخل عليهم مارجو وبتقفشهم فبتتضايق جدا وبتاخدهم هما الاتنين تحبسهم في أوضة لوحدهم. وفي أثناء تصوير آخر حلقة من البرنامج بياخد باله المخرج إن عيلة آدمز منتشرة في كل حتة في المدينة، فبيكلم مارجو بيقول لها وهي بتبدأ تبعت رسائل لكل أهل المدينة تحرضهم ضد عيلة آدمز لأنهم عيلة مخيفة وما ينفعش يعيشوا في وسطيهم. بعدها بيبدأ احتفال عيلة آدمز الخاص ببوكزل، وبتقدر وينزداي إنها تفتح الباب بدبوس شعر وبتاخد باركر علشان تروح لبيتهم واللي بتكون متجمعة فيه كل العيلة علشان تشارك في الاحتفال. وبيقف بوكزل قدام الناس علشان يبدأ الاختبار بتاعه، وبيكون الاختبار الأول بأنه يقلد كل صورة موجودة قدامه في الكتاب. وبينجح بوكزل في الاختبار وبيفضل ينتقل من مرحلة لمرحلة لحد ما بيوصل لآخر مرحلة وهي المبارزة بالسيوف، لكنه ما بينجحش فيها وبيقع على الأرض. وبيعتذر بوكزل لوالده ده لأنه خذله، لكن باباه بيقوله انه هو اللي غلطان لانه خلاه يعمل حاجة تقليدية بدل ما يعمل الحاجة اللي هو بيحبها. وفي الوقت ده بيتفاجئوا بمارجو واهل المدينة وهم بيهاجموا بيتهم بالمنجنيق، وبيطلب جومز من ابنه انه يستخدم القنابل والصواريخ اللي هو بيحبها علشان يقدر يدافع عن عيلته، وان دي اهم حاجة علشان يبقى واحد من عيلة ادمز. وبس كده، لو عايزين تعرفوا اللي هيحصل لعيلة ادمز اتفرجوا على الفيلم واكتبولي في الكومنتس عجبكم ولا لا، واكتبولي كمان حابين يكون ايه الفيلم الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.